السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم متتبعين قناة بريس نور. ان شاء الله دائما نشارك معكم الكيكات اللي كتبغوا. بزاف الناس كيطلبوني على الكيكات، شي كيكات زوينين اللي كيحضروا بهم الناس الضيوف ديالهم. كاين شي حاجه اللي كتحمر الوجه، وانا ديجا نشلت معكم الكيكات اللي قبل زوينين كاملين. كل شيء الناس كيعجبهم هاد الكيكات اللي كنحضر معاهم. وتنتوما دعموني بواحد اللايك وبواحد الاشتراكات، بارطاجوا الفيديو باش دائما نحط لكم ان شاء الله الكيكات اللي كتطلبوني طلبوا مني، وهذا الشيء اللي كاين. ونتمنىكم تجربوهم وتكتبوا لي في كومونتير كي جاتكم هاد الكيكه، كي جاتكم هادي. انا بغيت نسمع منكم شي حوايج اللي يفرحوني، علاش لا؟ باش انا تزعموني انا ونبقى نحط لكم المقادير. يلا بلا ما نبقى نكثر عليكم الهضره، ندوزو للمقادير والطريقه. هنا عندي واحد جوج بيضات اللي غنحتاجو. عندي هنا 130 غرام ديال الدقيق، و200 غرام ديال سنيده، و200 غرام 230 غرام ديال خيزو كيكون محكوك رقيق. كنحكو في الحكاكه خصو يكون بحال هكا، يكون رقيق كي كتشوفوا. وهنا عندي 90 غرام ديال الزيت، و4 غرام ديال القرفه، و4 غرام ديال الخميره، وجوج بيضات. ندوزو للمقادير. غنطرب البيض مع قريصه الملحه، ضروري كنديرو ديك قريصه الملحه. صافي كنبقاو نطربو فيهم. من بعد ملي كنطربو كنزيدو الزيت. هاد الطريقه اللي درت معكم بحال الطريقه ديال المايونيز. ملي كنصاوبو المايونيز بحال هكاك، خاص عندنا الزيت مع البيض نديروهم بحال المايونيز. ما درتش انا سنيده، لاحظتوا راه ما درتش السنيده مع البيض، درت انا الزيت. وصافي هنا بقيت كنطلع داك المايونيز، نقول لكم بحال المايونيز نيت. وكنديروا الزيت بشويه بشويه مع داك البيض وقريصه الملحه، وانا كنطرب كي كتشوفوا حتى كنكمل داك الزيت اللي عندي. صافي من بعد ما كملت الزيت اللي كتشوفوا دابا فيه، دابا يمكن لي ندير سنيده. هاد طربتهم ما بين السنيده والزيت شي 6 دقائق بحال هكاك. صافي طربت الخليط وجد عندي. من بعد غنزيد هنايا القرفه، كتغربلوها تكونش حارشه. وكتزيدوا هنايا، تقدروا ديروها في ماكينه ديال الماكينه ديال العجانه، ديروها. هنا زدت داك خيزو اللي محكوك، ضروري خيزو كيكون محكوك يكون رقيق. وهنا كنزيد الدقيق بعد ما درتو في ديك باش كنغربل. نتوما غربلوه قبل في شي غربال بحال هكا ووجدوه. انا هادي عندي كنبقى دائما كنغربل بها، نفس الوقت كنغربل وكنخدم. صافي هنا حصلت على هاد الكيك اللي كتشوفوا. درت هنايا خماره، انا درت خماره، ما عنديش داك ديال العبار. باش ما خصكم ديروا 4 غرام ولا ديروا خماره، انا درت خماره ماشي مشكل. صافي هنايا انا كملت الخليط اللي كتشوفوا عندي. غنديرو هنايا في هذا المول. هذا المول البنات هو الطريقه ديالته مختلفه. كتكون فيه واحد داك المول اللي عارفين كتكون فيه واحد الحديده من الوسط راه كيتباع ديال الحلويات. هو هذا الكيك كيعمر بواحد الكريمه ان شاء الله نشاركها معكم، علاش لا؟ ونقدر ونقول لكم حتى المقادير. دابا نقول لكم المقادير ديال هاد الكريمه اللي بغيتو ديروها فيها. ديك الحديده كتشدوها كتحيدوها من الوسط وكتعمروا هاد الكريمه اللي غنقول لكم دابا اللي بغيتو ديروها. صافي هنا كنشعل الفران يسخن من التحت والفوق، ضروري الفران يسخن من التحت والفوق. والكيك ديالكم راه عارفين كيفاش كطيبوه. اللي عندها الفران تاع الضو دير 140 120 على حسب تاني الفران.
الفران اللي كان كيسخن بزاف، على حسب حنا الفرانات كيكونوا مختلفين. المهم الطريقه ديال الطياب وحده وكيفاش تعرف طيب الكيك ديالها. صافي هنا البنات انا ندخلو الفران يطيب كي كتشوفوا دابا خويتو في هذا المول. صافي دابا سمحوا لي طولت عليكم الفيديو باش نشرح لكم بزاف على الكيك باش ينجح معاكم. هادشي اللي كاين البنات، قلت لكم الفران كتشعلوه لتحت ومن الفوق، ضروري كيكون الفران سخون. صافي كنديروا فيه الكيك ديالنا. انا نتلاقى معكم بعد ما يطيب. صافي بعد ما طاب نتوما كتشوفوا. صافي بعد ما طاب هنايا كي قلت لكم كديروا في داك المول اللي قلت لكم اللي فيه ديك الحديده. هو كتشدوه، هو الطريقه ديالو كديروه في الثلاجه. ملي تعمروا الكيك كديروه في الثلاجه حتى كيبرد مزيان، باش ملي تحيدوا ليه ديك الحديده من الوسط كتعمروه بهاد الكريمه اللي غنقول لكم دابا اللي غنشارك معكم. وانا هاد الكيك درتو عادي، غنشاركو بالطريقه ديالي. غندهنوها بالناباج وصافي. وغندير هنايا اللوز يفيلي ولا كونكاسي، كل وحده واللي بغات. وتزيين كيبقى كل وحده اللي بغات تزين باش ما بغات. صافي انا حق الطريقه دابا ديال الكيك اختلفتها. نتوما عندكم دابا جوج طرق باش ما بغيتو ديروه تخلوه بحال هكاك تخلوه. الطريقه ديالتي انا نقول لكم الطريقه ديال المايونيز ديال الكريمه اللي قلت لكم. اسمحوا لي ديال الكريمه. عندي هنا جبلي 130 ديال جبلي كريمه 130. والزبده كتكون ديال العبار 100 غرام ديال الزبده و60 غرام ديال السكر كلاصي. هادو كاملين كنديرهم كريمه وكنعمروا بهم المول من الداخل وكنديروها حتى من الفوق كنزينوا بها. راه كتجي زوينه هاد الكريمه فيه. انا ما حقت ما عنديش هذاك المول، درتها عاديه. هادشي اللي كاين. غنقطع معكم الكيك تشوفوه كيفاش جا، كيجي واعر وكيجي بنين، ما كتسخاوش تشبعوا منه. وخدموا بالطريقه اللي درت معكم. وبالعبار ضروري هادشي كيكون بالعبار باش كينجح معكم هاد الكيك، باش نحصلوا على شي كيك لي زوين. صافي نتوما البنات واخا التليفون ما عطاش حقه. صافي بعد ما قطعت معكم الكيك كي كتشوفوا كيجي واعر. الكيك لا نتمنىكم تجربوه لوليداتكم، علاش لا. كيجي المذاق ديالو مع ديك القرفه كتجي واحد المذاق ما نقولش لكم البنات عليه. صافي هذا هو الشكل ديالو بعد ما قطعته بحال هكايا. نتوما خلوه في الثلاجه حتى كيبرد، قدموه بالصحه والراحه للوليدات. كتشوفوه كي كيجي خفيف. انا نسيت راسي بقيت كنقطع دابا وكناكل. ما عجبني داك المذاق مع القرفه واعر واعر. نتمنىكم تجربوه لوليداتكم والضيوف ديالكم، علاش لا. ديما كنجيب لكم شي حاجه اللي طوب طوب طوب. والله جربوه ما تسخوش تشبعوا منه الوليدات ولا ليكم نتومايا ان شاء الله. نتمنىكم تجربوه وكثر ديك الكريمه اللي درتو فيه الكريمه غتجيكم زوينه بالصحه والراحه. يلا فيديو جديد.